السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقة جديدة نسال الحلقة بآية من كتاب الله. الآية معانا في سورة ابراهيم برضو. في سورة ابراهيم الآية 45. ربنا عز وجل بيقول: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. دي كانت الآيات معانا النهارده. هنتكلم النهارده في حلقة جديدة بعنوان: يا دكتور لو كان عندي ضرس انا حاشيه عصب وكنت عامل له من فوق حشو عادي، مقفله عادي طبيعي فوق، وبعد كده اتكسر كله مش باقي غير حته منه، المفروض اعمل ايه؟ اخلع الحته اللي باقيه دي واخلعه خالص ولا اكمل عليه؟ اقول لك لا، الافضل الحته المكسوره دي بتكمل عليها، بتبنيه حشو كومبوزيت، حشو عادي داير ما يدور، وتروح عامل عليه تلبيسه او طربوش عشان انت حافظ. احنا اي حاجه جزء باقي من اي جزء متبقي طبيعي من اي سنه او ضرس احنا بنكمل عليه، عشان قلنا ما فيش حاجه بتعوض الضرس والسنه بتاعت ربنا عز وجل. فعايز اقول لك ايه، بيتعوض وتحط عليه طربوشه وفي الاخر ايه بيكون زي الفل ان شاء الله باذن الله. فبلاش هنسرع وان احنا ايه نخلعه. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.